ونبتدئ به هذا الحفل البهيج تلاوة مباركة من الشيخ المقري علاء الجاندي، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب
الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون آمنت بالله العظيم صدق الله مولانا العظيم. صدق الله العلي العظيم. نشكر الأخ علاء على هذه التلاوة المباركة. بداية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب جميعا بشيخ الجامع الأعظم الشيخ حسين العبيدي والشيخ نزار حمادي وكل الشيوخ والأساتذة الأفاضل، كما نرحب بكل الضيوف الذين شرفونا في هذه الليلة المباركة التي فيها نعبر عن تمسكنا بكتاب الله عز وجل، ليلة نريدها أن تكون ليلة القرآن. والله عز وجل قد أنزل كتابه سبحانه وتعالى في ليلة مباركة، فقال عز من قائل إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ليلة عظيمة هي الليلة التي شهدت نزول هذا الكتاب الخاتم. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما أن هذا النزول كان نزولين، نزول أول من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا وكان في مثل هذه الليلة، ليلة 17 من رمضان، ثم كان نزولا منجما فيما بعد على امتداد 20 سنة. نحن في الفرع الزيتوني بجابس إذ نحيي ذكرى أولى لهذه المسابقة القرآنية التي أردنا من خلالها تجذير علاقتنا بكتاب الله عز وجل تدبرا وحفظا وفهما، ومن ثم العمل والتطبيق والتمسك بهذا الكتاب الكريم الذي ارتضاه رب العزة ليكون الكتاب الخاتم. أجدد في البداية إذن ترحيبنا بكل الضيوف، ونسأل الله عز وجل أن يكتب خطواتهم في ميزان حسناتهم، إنه نعم المسؤول. بداية نحيل الكلمة إلى شيخ الجامع الأعظم الشيخ حسين العبيدي ليتفضل بكلمة افتتاحية مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الملك القدوس. سبحان رب الملائكة والروح. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه وعدد رضاء نفسه وعدد زنة عرشه وعدد مداد كلماته. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم قبلنا وفي وجودنا وفي عدمنا. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كما ينبغي التسبيح والحمد لجلال عظمته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خيرتك من خلقك الذي أرسلته بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، وعلى آله وأصحابه أجمعين صلاة وسلاما وبركة كما تحب أنت وترضى يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة الإيمان والإسلام. إنه لمن الشرف أن أكون بينكم في هذه الليلة المباركة يوم 17 من رمضان، وصادف أن تكون هذه الليلة أو هذا اليوم هو يوم نزول القرآن. القرآن هي الرسالة، رسالة الوحي، رسالة من الله عز وجل رحمة للمؤمنين ونورا وهدى، أرسلها وتحملها رسول خلقه الله سبحانه وتعالى فأبدع خلقته وأبدع خلقه ورباه تربية عالية، وأناط بعهدته هذه المسؤولية في تبليغ الرسالة.
فجاء محمد بن عبد الله عز وجل وقضى فترة التكوين، ثم شرع يبلغ الرسالة مدة تربو عن 25 سنة. بلغها صلى الله عليه وسلم أمانة، بلغها حق التبليغ وأداها حق الأداء، وها هي اليوم تتنعم بها أمة محمد. بلغها وأشهد على ذلك في يوم الحج الأكبر، حجة الوداع، وآخر ما نزل من آيات التشريع قوله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه آخر آية في التشريع نزلت. أما آخر آية من القرآن نزلت فهي قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وأما آخر سورة نزلت في القرآن فهي إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. معشر الإخوة، أهل جابس وأبناء جابس، هذا البلد الطيب، هذا البلد الذي ينام فيه صاحب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينام فيه أبو لبابة. وإذا كان هناك بلد ينام فيه صحابي من أصحاب رسول الله فهذا البلد لا يكون إلا آمنا. لقد شرفكم الله عز وجل بالصحابي الجليل أبا لبابة الأنصاري، الذي نزل فيه قوله تعالى: وآخرون خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا فتاب الله عليهم ليتوب. إنه لشرف عظيم لأهل جابس أن يكون فيها الأشراف. وهناك جمعية في المطوية تسمى جمعية الأشراف من قديم الزمان، وهؤلاء الناس هم من نسل سيدنا علي رضي الله تعالى عنه ومن فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. شرف الله عز وجل هذا البلد بأبي لبابة وبالأشراف من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الجدير أن نرى الإقبال على العبادة وعلى الإسلام أكثر مما أراه. ولكني مررت وأنا آتي في الطريق إلى هنا بالمقاهي تفتح، وهكذا المقاهي تزداد وتزين في شهر العبادة لله، هكذا تزداد الملاهي وتخرب بيوت الله. والله لا من المؤسف وأنا آتي وأرى الخراب في الأمة بدأ يتسرب، لكن نسأل الله الهداية والتوفيق حتى يعيد الأمة إلى مجدها وعزها. ونسأل الله تعالى أن يعيد مجد جابس وعزة جابس كما كانت من السابق تقاوم الاستعمار وتدحض الاستعمار الفرنسي حتى أخرجتها. من هنا كان المجاهدون في سبيل الله يقاتلون الكفرة أهل الصليب من فرنسا وإسبان وغيرها حتى أخرجوهم. من هنا كان رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ولكن لا يزال نسلهم مواصلا للرسالة.
وقد صدق سبحانه وتعالى في قوله: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أخاطب الناس بما يفهمون. جئت من تونس أنا والرفاق نطوة بسافة طيا، خرجنا من الساعة 11:30 لنواكب هذا الحفل البهيج، حفل توزيع القرآن، توزيع جوائز الناجحين في القرآن الكريم. ورئيس الفرع الزيتوني بتونس وأعضاده هم الذين تسببوا في هذا الجمع وتسببوا في هذه المسابقة، ورصدوا لها جوائز بقيمة 6,150 دينار ستوزع على ما سنراه. هذه بداية، والتعليم الزيتوني عاد بعد ما يربو عن 56 سنة. اجتث الزيتون وغرست مكانه شجرة الزقوم، وها نحن اليوم المجتمع التونسي نجني الزقوم. تتعدوا على المقاهي الشيش وناس تلعب في الكارتة وربي نسووه، لكن هالناس هذه يوم القيامة مش يقول المربي. قد قال الله ذلك في سورة طه: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. الناس اللي قاعدة في القاوي قال فيهم رب سبحانه وتعالى أيضا في سورة مريم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. هالناس هذم اللي قاعدين في المقاهي، اللي الشيش والقمار في شهر مفضل، شهر نزل فيه القرآن، المفروض نشمروا السواعد لشكر الله عز وجل ولأداء الصوم، أداء فريضة الصوم. صايمين في النهار يجي يفسدوه في الليل، الصيام نتاعهم باطل بحق. وقد صدق فيهم قوله صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، والعياذ بالله. تلقاه حتى الصلاة التراويح ما ثماش، أضاعوا الصلاة. ولكن الحساب عسير، وأول يوم القيامة، قبل يوم القيامة، أول إنسان من ينزل في القبر أول سؤال يتسأل فيه: من ربك؟ ثم من نبيك؟ ثم يتسأل على الصلاة، ويضرب في قبره لتضييعه الصلاة من وقت إلى وقت، من تضييعه من وقت الظهر إلى العصر إلى المغرب إلى العشاء. لكن المسؤولية أيضا علينا احنا اللي نجي ونصلوا لهنا وما ناشنا نوظف الناس. نهار آخر يقول له: يا ربي هذا ما نبهوناش وما ذكروناش. مسؤولية نحن هي مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد قال صلى الله عليه وسلم وما في معناه: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليذهبن الله بكم ويأتي بقوم آخرين يحبهم ويحبونه، أعزة على الكافرين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. احنا مسؤولين بين يدين الله. هالقاوي تاع القمار، تو القمار يضرب في الكارتة وديمين وغيرها. بلاد كابس اللي فيها أبي لبابة ما أدراك، فيها الأشراف وما أدراك، توصل المقاهي تتحل وجوبة فارغة خالية. بلاد كابس اللي طردت الاستعمار وضرباته، بلاد محمد علي حامي، بلاد مصباح بن جربوع وغيره، بلاد المجاهدين في سبيل الله تتحل فيها
في رمضان المقاهي والفساد والقمار والناس فيها فترة، واحنا مسؤولين كلنا، كل واحد منا مسؤول، لأنه يقول له يا رب لو ما فكروناش يوم القيامة باش يوجوا هم حجة واكتفينا نحن هنا نجوا نصلي ونخرج، وربما فينا توا جاء الإنسان هاو صلى توا ولا حاضر بالمناسبة وبعد شوية ينتقل ينضم لهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله جينا من تونس من أجل كلام ربي، والله لو ما كان القرآن لنجيها ولنظر أما كلام الله عز وجل. وإن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. يقول صلى الله عليه وسلم ألا إن لتالي القرآن بكل حرف 10 حسنات، ولا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إن شاء الله بقدرة الله العام الجاي نلقى الحفاظ أكثر، حفاظ شوية، ونرصد في عوض نلقاو 20 ولا 15 ناجحين، نلقاو 100 ولا 200 ناجحين، والناس مستعدة باش تدفع الأموال للجوائز. إذا كان الجائزة الأولى 6 مليون، العام الجاي ثم عمره وعام ثم أكثر. وبشركم بحاجة، أوروبا تعمل لي في التليفون ألمانيا، سويسرا، فرنسا، يعملوا لي في التليفونات عندكم شي حفاظ نبعثوهم لهنا باش يقريوا لنا هنا ونمكنوهم من شهرياتهم ومن امتيازات فيما يخص التقاعد وغيرهم، ونرسموهم لهنا. لكن جامعة زيتونة مازال في البداية نتاعها. لو كان جا عندي في قابس 100 ولا 200 كنت أول يوم نبعثهم باش يقول لك جامعة زيتونة شو الآفاق؟ آفاق موجودة، العالم أجمع يطلب فينا بالطلبة ثماش زواتنا، حاجتهم بجامعة الزيتونة حاجتهم بالطلبة الزيتونيين. لكن الحمد لله بقدرة الله السميع العليم باش نكونوا شعبة خاصة للقرآن الكريم 4 سنوات باش تدوم، تحفيظ القرآن مع العلوم، ومش نبعثوهم من هنا للخارج غادي للدراسات والتعليم الأمة. والله يطلبونا في الجابون، طلبوني في الجابون باش نبعث زواتنا من هنا باش نقري. والله يطلبوني في تركيا، اقسم بالله طلبوني في المانيا نهارين هذا. لكن وين؟ وعندنا برشا بطاله قراوا الفيزياء وكيمياء، لو كان جيت عندي من حفاظ القران اليوم كنت نبعثهم. اقل شيء الشهريه نتاعو تكون 2-3 ملايين. فين؟ ولكن يطلبوا في الدول الاسلاميه باش تبعث. الدول الاسلاميه خربت ما قعد فيها شيء. ان شاء الله بقدره الله من هنا العام الجاي نلقى الحفاظ بزايد وننقلوهم من هنا من تونس المباتة والماكلة والشراب وجميع الامتيازات، وبقدرة ربي إن شاء الله دراسة 4 سنين، وبعد 4 سنين نتوجهم بالشهادة، شهادة الأهلية والحفظ، ونبعثوهم على جبهة الزيتونة هو اللي يبعث. ونبشركم أن جبهة الزيتونة خذا إشعاع عالمي تو بحول الله، والفرع الزيتوني من العام الجاي في قابس باش ينمو أكثر من هكا، ثم تمويل قدرة ربي من هنا من تونس من رجال مش نبنيه الفرع الزيتوني نبنوا مدرسة خلف الجامعة هذا. وإن شاء الله ثم رجال من هنا في قابس رجال مجاهدين في سبيل الله، كما جاهدوا طردوا الاستعمار يلزمهم يجاهدوا الجهل، يلزمهم يجاهدوا الجهل بالدين والجهل بالعلم، ويجاهدوا الفقر. ونسأل الله أن يعيد للقابس مجدها كما كانت قبل. أسأل الله أن يعيدها إلى شرفها وعزها وجهادها. هذه قابس والحمد لله كما نعهدها، ولكن مسؤوليتنا هل تشوفوا فيهم في القاوي وغيرهم، مسؤوليتنا احنا يلزمنا احنا نرجعوهم ونجيبوهم ونشجعوا القرآن في منا، وسترون إن شاء الله عما قريب. وكي نوعدوا حاجة المؤمن إذا وعاهد وعد وفى ولا يخلف وعده ولا يكذب. سئل صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أيكذب أيزن المؤمن؟ قال يزن المؤمن. أيسرق المؤمن؟ قال يسرق المؤمن. أيكذب المؤمن؟ قال لا يكذب.
وأنا أقول قولي هذا ولا أكذب، وسترون. وروني أنتم، أعطيني النتائج وسترون بقدرة الله. أنا ما جيت من تونس لا إلا من أجل كلام الله عز وجل، والحمد لله. جينا. والبشرى الأخرى، البشرى الأخرى في رمضان هذا المكرم. رمضان انتصرت الأمة الإسلامية في بدر، وانتصرت الأمة الإسلامية في اقتحام جدار برلين، جدار اللي بناته إسرائيل اقتحموه في رمضان في 6 أكتوبر. اليوم كالزور بتغزة. بشرى، بشرى للإسلام قادم، ولكن قادم برجال وناس أخرى تحب الله ويحبهم الله عز وجل. هذه بشرى لأنها وقعت في رمضان، والرمضان مؤشر للنصر، وإسرائيل باش تزول اليوم ولا غدوة بحول الله. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وبقدرة الله النصر جاي. هذه مؤشرات بتاع النصر. قل لكم حاجة أخرى، ثم فوق من 15 سنة، وهذه نعودها للمرة الثالثة والرابعة، لأني قلت في تونس في المحراب في جامعة زيتون. توجي أكثر من 15 سنة، مش 15 سنة. بعد صلاة الصبح صليت الصبح وشفت الأمة، تفكرت حالة الأمة اللي تعيش فيها، بكيت. وبعد رقدت شفت سيدنا صلى الله عليه وسلم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في جهة شباك. قلت يا رسول الله، كانت الأمة إذا حزب بها الأمر لجأت وراء ظهرك فكنت حاميها. دار لي هكا وقال لي هدنة. ثم زهرت البيت الكعبة، قلت لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وفقت تلقى روحي اللبي. قعدت الأول فيها، قلت هذه فتح، لازم الإسلام مشرع من الأول جديد، مش تزدهر الأمة الإسلامية. قلت ولكن وقتاش قال لي هدنة. تفكرت هدنة الحديبية، صلح الحديبية، بي هدنة وقعت قبل بعام من الفتح. قلت زعما بعد عام مش تقع انقلاب وترجع الأمة الإسلامية. قعدت ننتظر حتى جات اللي يسموها ثورة. هي مش ثورة، لا، رب سبحانه وتعالى هو البدل الموازين. فهمني؟ جت هذه تفكرتها الرؤية هذه، وأنها الهدنة فترة تو عاد الإسلام، تو راجع بالسيف عليهم، راجع وعايد الإسلام بالسيف عليهم، وبقدرة ربي ستطهر الأرض الإسلامية. ولكن باش بالعلم. وعاد جبهة الزيتونة للعلم، شعاره اقرأ باسم ربك الذي خلق. ما هو الشعار اضرب، لا، الضرب لا، والعنف لا. شعاره اقرأ باسم ربك الذي خلق. جبهة الزيتونة يؤدي رسالة المحمدية، رسالة اقرأ بالعلم، لا بالضرب ولا بالبطش، بالعلم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، لا بالقوة ولا بالضرب، بالعلم يعود الإسلام. أما هالفقاقيع اللي تشوفوا فيها خارجة توا وقاعدة تفتي ولا قاعدة يقول هكا، كلها ستزول. جامع الزيتون رجع باش يقري النحو، الصرف، الفقه، اللغة، التوحيد، القراءات، الحساب، الفيزياء، الكيمياء، الطب، الهندسة. وسترون، ولكن أول الغيث قطر ثم ينهمر. سترون إلا ما يولي يرجع كما كان، لأنه جامع الزيتون مر عليه 1318 سنة، أول جامعة أكاديمية في العالم قبل السوربون هذه وغيرها. ولكن بينه وبين ربي سبحانه وتعالى نشكو به الربي اللي سكر جامع الزيتون وخلى البلاد فزت في التعفن والقمار والمخدرات وغيرها. ولكن عاد جامع الزيتون ليطهر البلاد من المراذل ومن الخبث ويعيد الأمة إلى مجدها. وإذا عادت الأمة إلى مجدها تقوت والتحمت والتفت،
ثم ستعيد الإسلام إلى مجده وتحمي راية الإسلام بالعلم، لا بالضرب ولا بالقتل ولا بسباب الناس. قال صلى الله عليه وسلم: سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر. ولذلك جامع الزيتون مؤسسة إسلامية علمية تربوية مستقلة غير تابعة لا تحكم فيه دولة ولا غيرها، وبقدرة ربي إن شاء الله مش ينشر العلوم الدينية كما ينشر العلوم الدنيوية. سترون إن شاء الله عما قريب تتخرج أطباء زيتونيين، يبقى توا أطباء أزهريين، مهندسين زيتونيين، كما تراوا توا مهندسين أزهريين وغيرهم، مش نتخرجوا. وإن شاء الله أول دفعة في القرآن تو تشوفوها لبرا في ألمانيا، في زيوريخ، وفي فرنسا، وفي غيرها، في إيطاليا. أقسم بالله ثم طلبوا منا باش نحلوا فرع في إيطاليا في روما، طلبت الطلاين طلبوا منا باش نحلوا فرع. ولكن ليش؟ لأنه يعرفوا جامعة الزيتون جامعة علم، جامعة علمية. الأجانب يعرفون أنت علم ويعرفون أصل علمي، مش أصل بتاع بطش بتاع ضرب وانت عنف، لا. ولذلك يتبنوا الفروع الزيتونية في أوروبا، بقدرة ربي ستنتشر الفروع الزيتونية، وإن شاء الله المتخرجين لما يلقوا الآفاق بتاعهم ومستقبلهم مضمون. وأسأل الله عز وجل، أسأل الله أن يهدي الأمة ويعيدها إلى مجدها. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه أيها المؤمنين من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر الشيخ حسين العبيدي على هذه الكلمة الطيبة المباركة. طبعا فيها تحديات الكلمة هذه، لأنه يطلب منا أن نكون مع هذا المشروع. وكنت تكلموا على الفرع الزيتوني، الفرع الزيتوني راهو في رحاب هذا المسجد المبارك الذي كان يضطلع بهذا الدور التعليمي. المساندة لهذا المشروع والدفاع عنه يكون بكل الوسائل وبكل الطرق، ولعل أهمها هو الالتحاق، هو الإيمان بهذا المشروع، وأنه الطريق إلى تجديد الانتماء إلى هذا الدين، تجديد الانتماء إلى موارد وأصول هذا الدين الكتاب والسنة. ما علينا إلا أن ندعم هذا المشروع، وأقل حاجة هي أن نلتحق بهذا التعليم، لأن طريق فهم هذا الدين وطريق العمل به إنما هو بالتعلم، وأن يجلس الإنسان بين العلماء ليستفيد منهم هذه العلوم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فرع الزيتون يفتح يديه يعني كل راغب في أن يسلك سبيل التحصيل العلمي. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ولذلك التعليم الزيتوني السنة الدراسية القادمة بإذن الله يدخل في السنة الثالثة، عندنا سنة أولى وسنة ثانية، وفي السنة القادمة باش تكون عندنا سنة ثالثة. والسنة الأولى الجديدة هذه مفتوحة للعموم وهو تعليم مجاني. والحمد لله أن السنة الأولى والثانية السابقة كانت مفتوحة، وكان عندنا عدد محترم جدا من الطلبة والطالبات. وإن شاء الله السنة الثالثة تكون أكثر تجذير لهذا المشروع وأكثر التحاق به، التماسا للأجر والتماسا للطريق الذي به يفهم هذا الدين، لأن العلم إنما يحصل بالتعلم. نسأل الله عز وجل أن يوفق الأمة إلى أن تساند هذا المشروع المبارك الذي يعيد الأمة إلى مصادر دينها بعد سنوات عجاف من تجفيف المنابع. لأن مرحلة ما بعد الاستقلال يتكلم عليها الشيخ، بعد إقصاء جامع الزيتونة شيئا فشيئا عمت حالة التصحر والفقر وضعف الفهم للدين. إنسان يتخرج بالإجازة وبالدكتوراه وهو لا يحفظ من كتاب الله شيء ولا يفقه من دين الله شيء. ولذلك هذا عيب وهذا لا يجوز بالنسبة للمسلم. نحن بعد هذه الثورة المباركة التي نترحم على شهدائها فتحت لنا الأبواب لنعبر ولنختار ولنقرر بعيدا عن كل ضغط وعن كل خوف. لذلك المسؤولية ملقاة على عاتق الجميع، لابد أن نتحمل هذه المسؤولية دون خوف أو وجل. المجال مفتوح والعودة إلى هذا التعليم الزيتوني متاحة
لكي نرسخ هذا المشروع لابد أن يساند من قبل الجميع. المساندة هذه تكون مادية، يشعر الإنسان أن مسؤولية المحافظة على الدين ومسؤولية تعليم الدين ومسؤولية تجذير الدين في البلاد هو يتحمل جزء من هذه المسؤولية. الدعم يكون دعم مالي، يكون دعم عبر مواكبة حلقات العلم، عبر الدفاع عن هذا المشروع، وهو مشروع واعد، لأننا نحن بدأنا في التأسيس لهذا المشروع، وهو منفتح على مراحل جديدة يكون فيها أكثر تجذير وأكثر إشعاع وأكثر عطاء للأمة. يخرج القراء ويخرج الفقهاء ويخرج العلماء ويفهم الأمة دينها، لأن ثم فروض عينية على كل مكلف لا تتم إلا عبر فهم الدين والفقه في الدين. تتعلم كيفاش تصلي، كيفاش تصوم، كيفاش تحج، كيفاش تزكي، هذه فرض عين على كل مسلم باش يتعلمها، وسبيل تعلمها إنما هو عبر التفقه في الدين. وجامع الزيتونة هو لبنة عظيمة في هذا المجال، ولذلك إخوتي كل واحد منا سيكون مسؤولا عن هذا التعليم، وكل واحد يحاسب نفسه في مستوى دعم هذا المشروع بالمال وبالحضور وبالدعاية لهذا المشروع والاستعداد للدفاع عنه مهما كانت هذه التضحيات. ونسأل الله عز وجل أن تكون العاقبة للمتقين وأن تكون العاقبة للعاملين لهذا الدين، إنه نعم المسؤول.